يا جماعة احنا اوفيشيالي خدناها مشي من تركيا لجورجيا. تعبنا قوي النهارده. احنا مشينا من تركيا لجورجيا على رجلينا وداخلين دلوقتي جورجيا، يعني ان شاء الله داخلين جورجيا. صباح الخير يا جماعة، النهارده بنبدأ مغامرة جديدة. هنروح جورجيا بري بالباص من طرابزون. هنفرجكم بقى ايه اللي هيحصل، هنعمل ايه، هنعدي على ايه، في حتت هننزل فيها نمشي على رجلينا ونطلع تاني الباص. فتابعوا معانا بقى عشان المغامرة بالنسبة لنا جديدة، وهنفرجكم على حاجات كتير حلوة يعني. ركبنا يا جماعة الباص بقى ومستنيين نتحرك. الناس طبعا هنا كلها نايمة في الباص اصلا. احنا جينا لقيناهم نايمين في الباص. احنا الوحيدين اللي قاعدين بنلعب دلوقتي. انا هنام بس ما يتحرك يهز شوية الباص وانا هنام. بس احنا المفروض بقى الستوب الجاية هننزل، يعني أول ستوب هننزلها هي الحدود التركية، نعمل تشيك اوت، بعد كده بنطلع، بعد كده بننزل تاني الحدود الجورجية نعمل تشيك ان. انتظرونا انتظرونا احنا مش راجعين. الفكرة بقى ايه؟ ان احنا الوحيدين الاثنين المصريين الموجودين في الباص، مش بس كده ان مفيش حد بيتكلم عربي غيرنا، حتى يوم ما يحصل حاجة انا مش قادر، يعني ما بيتكلموش انجلش، احنا لا هنقدر نفهمهم ولا هم هيقدروا يفهمونا. تجربة جنبي نامت اهي، كتر ما التجربة كانت جديدة. حبيبي بابا، حبيبي حبيبي. شاحنات كتير قوي. ريست ده ريست الباشا. نازلين يا جماعه ريست، بس هو في كل عربيات نقل، فانا افتكرت هو داخلين مين. ده ريست فيه شلال، هننزل يعني نفرجكم معانا احنا نازلين فين دلوقتي في الريست ده. عندهم كتير. حبيبي صاحي كان سايبني طول الساعه ونص اللي فاتت. بطاطا بينام دايما وانا اللي بفضل صاحي طول الطريق. ده نامت اساسا. بصوا يا اخوانا، بصوا بقى المنظر اللي انا جاي عليه ده ريست. انا بتكلم بجد، ده ريست انت بتقعد فيه عشان تريح، مش فسحه، مش جاي تتفرج هنا. بصوا يا جماعه الكلاب اللي هنا شكلها عامل ازاي، بغال مش كلاب. بصوا الكلب قد ايه، بغض النظر ان هو يعني جربان، بس ده كلب شارع في تركيا. خلصنا ريست يا جماعه، وهنكمل بقى رحلتنا اللي احنا مش عارفين اخرتها نحو العالميه. يلا بينا. يا جماعه احنا نزلنا دلوقتي خلاص على الحدود من ناحيه تركيا، هندخل نعمل ختم الخروج. نزلونا بشنطنا وكل حاجه، دول قلعونا ملط على الباب. بس هندخل دلوقتي نعمل ختم الخروج وهنشوف جوه هيحصل ايه بقى، عشان مش فاهم حاجه صراحه. هو بصوا حتى العربي اللي هنا هو مش عربي، هو بصوا مش عارف هو مكتوب حاجات غريبه. يا جماعه احنا مش عارفين ليه، بس هم نزلونا يعني. وحتى يعني هنا مكتوب روسي
مكتوب روسي ومكتوب انجلش، بس هو الانجلش هنا قليل قوي يعني، في روسي بس. وقفنا دلوقتي يا جماعة عشان نختم خروج من تركيا، ومش عارفين بعد ما نختم خروج اللي هيحصل. حوار الحدود البرية ده أنا أول مرة أشوف اللي هو تنزل كده وتمشي تلاقي نفسك في بلد تانية. عندهم ختمنا يا جماعة خروج من تركيا، ونفسي أقول لكم إحنا رايحين فين، بس أنا نفسي مش عارف إحنا رايحين فين. الفكرة بقى يا جماعة في الخروج اللي اتختم لنا دلوقتي ده، انه لو لا قدر الله ما اتختمناش دخول في جورجيا احنا هنقف في الشارع، يعني لا هنبقى هنا ولا هنبقى لان الفيزا بتاعت تركيا هي سنجل، فما ينفعش ادخل تاني. في نفس الوقت انا مش هدخل هناك، فانا مش عارف هقف بقى على الخط ولا هعمل ايه ولا يعني. خليكم معانا لحد ما نشوف هنوصل لفين في يومنا الجميل. يا جماعة احنا اوفيشيالي خدناها مشي من تركيا لجورجيا. تعبنا قوي مشي. احنا مشينا من تركيا لجورجيا على رجلينا، وداخلين دلوقتي جورجيا، يعني ان شاء الله داخلين جورجيا. يا جماعه الحدود الجورجيه بقى الناحيه الثانيه، هندخل دلوقتي نشوف هيعملوا معانا ايه. عبرنا يا جماعه بعد ما فضلوا مذنبينا اللي هو تعالوا يا كلاب انتوا على جنب. يا جماعه اتقطعنا شويه وقعدوا يدققوا فينا وياخدوا اسماء الفنادق و50 سؤال، وتعالوا على جنب وتعالوا يمين. هو اللي هناك ده الباص هناك مستنينا اهو. المهم يعني بعد التفحيص والتمحيص ونظرات احتكار دون الختم، وقال لك يلا نعديهم غلابه. وكوكي تقول لها اصل احنا بنحتفل بالانيفرسري، على اساس ان احنا الرومانسيه دي هي اللي هتموتنا يعني. لا ايه الانيفرسري، اكيد مش هنضرب. اقول الاتوبيس بتاعنا مستنينا بعد ما وصلنا، نروح نحط الشنط فيه ونرجع. يا فرهدة امي. بصراحة هي مغامرة، يعني مغامرة حلوة. انت موقفينك على جنب كده والناس عمالة تعدي، وانت موقفينك كده والناس اصلا طبعا كل واحد بقى بيبص لك بصة اللي انت عاملة، في حين يا جماعة انا والله مش عامل حاجة، انا بس يعني مجرد ان باسبوري لونه اخضر للاسف. بس تمام يعني، ما تعملش حاجة زي كده لو انت باسبورك قوي وعليه فيز كتير وبتسافر كتير وفعلا مش جاي تكسر فيزا. لو جاي تكسر فيزا لا يبقى خاف طبعا. بس عموما اهو هنبدا بقى رحله جديده ومغامره جديده. الفيديو ده بالذات يا جماعه بجد انا يعني صورته وانا يعني بشقى جاري شنط ومعايا كوكي وبتاع، فاتمنى ان يعني يلاقي دعمكم، لايك بقى وسبسكرايب وشير. عايز الفيديو ده يوصل لالاف بقى كده، يعني نفسي نعدي بقى. ولو عجبكم الفيديو يعني سيبوا لنا في الكومنتات، قولوا لي ايه اللي عجبكم. هل لو انتوا مكاني تاخدوا ريسك زي ده ولا مش مستاهله؟ ايه رايكم في فكره اصلا ان انت تعبر حدود بري بدل ما يبقى مطار وطيران وكده؟ يلا سي يو. لما بتعب وبتوتر باكل كتير جدا من غير ما يعني انا اول ما طلعت بعد ما خلصنا يعني اوريكم انا لقيت نفسي كلت ايه. انا لقيت عمال اعقدهم كواحد ورا الثاني ورا الثالثه، خلصتهم مش دريان مش مركز. لا وعمال اتكلم معاها ومش مركز انا عمال اكل ايه. والعكس بقى العكس تماما يعني. بصوا بقى لنا كام يوم انا ممكن اكل وجبه وجبتين في اليوم وما اخدش بالي انا باكل ايه. واللي هو لا ابقى مبسوط يعني عادي، ولا جعان ولا اي حاجه، اللي هو طالما انا مبسوط يا لهوي. بس احنا خلاص خدنا الفيزا مبسوطين. ليه خدنا الفيزا دي وانا داخل الاتحاد الاوروبي؟ عادي اسبوع قلت لها يا بنت انا من شبرا. قالت لي خش على طول باشا، ده انت باسبورك ده عليه النسر يحلق هنا كده.
قوي. يابا بس عايشناكوا تجارب مش هتعيشوها في حته غير معانا احنا الاثنين عشان تعرفوا. بس احنا بنعمل تجارب عالميه عالميه. لا ده ارمينيا ده قصه تانية، هنتفرج برضه مع بعض عشان ارمينيا ليها قصه تانية. يعني احنا دخلنا بباص ارمينيا، مش هحرقها بقى، سيبها لكم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم فادي وكوكي. احنا عندنا حلم وهدف نبقى اول زوجين مصريين يلفوا العالم كله سوا، وده طبعا من خلال دعمكم لينا باللايك والسبسكرايب والشير. باي.